نكمل. احنا خدنا في الحلقة اللي فاتت سريعا، خدنا لوجيك جيتس، وهي قلنا اللي هي إيلمنت أساسي في أي بوابة، وهي بتتكون من مجموعة من الترانزستور، وبيكون ليها انبوت، ماشي، انبوت متعدد، ولها اوتبوت واحد فقط. وقلنا هاي هي واحد هي ترو، وقلنا لو تساوي صفر هي فولس. وخدنا شوية مفاهيم تانية هحتاجها واحنا بنبني أول دايرة عندنا، وهي دايرة النوت. طيب هناخد أول حاجة عندنا وهي النوت جيت. بنسمي بوابة النوت جيت بوابة العاكس. بنسميها ايه؟ بوابة العاكس. طيب ليه بنسميها بالاسم ده؟ لأنها بتعكس الإشارة اللي داخلة لها. طيب بوابة النوت الرسمة بتاعتها بتبقى كده، ماشي. ده الانبوت، وده الاوتبوت. تمام. الانبوت ده انا هسميه ايه في البوابه، وده الاوت بتاعنا الخارجي بتاعنا. دي الرسمه بتاعتها، بيبقى فيها دايره من هنا عشان تعكس. طيب انا مش فاهم برضو، انا اما اجي ارسم الجدول بتاعها ارسمه ازاي؟ الجدول بتاعها هنيجي نشوف عدد المداخل. عندنا كام مدخل؟ مدخل واحد بس، نخلي بالنا من الحته دي. فباجي بالقانون اللي انا قلت عليه، اللي هو 2 اس ان. 2 اس ان، حيث ان دي عدد المدخلات، يبقى 2 اس كام؟ عندنا مدخل واحد اللي هو ايه، يبقى 2 اس واحد هتساوي 2. يبقى عندنا كام مدخل؟ عندنا مدخلين. يبقى بوابة اللي هي النوت بيبقى عندها فيها كام مدخل؟ مدخل واحد. بيدينا كام حالة؟ بيدينا حالتين. هبني ازاي بقى جدول التحقق بتاعي؟ جدول التحقق بتاعي لما اجي ابنيه هبنيه بالشكل ده. اول حاجة عندي خالص بحط فيها المفاهيم اللي انا عايزها الاساسية، ويبقى عندي حالتين. طيب انا عندي المدخلات هسميها اي اي، الانبوت بتاع الاي، والاوتبوت هيكون عندها. طيب حلو. طيب انا عندي كده حالتين، الحالتين دولت هيبقوا صفر وواحد، صفر وايه واحد. طيب الصفر والواحد دولت لما اجي انا ادخل اشاره هنا بصفر هتديني الناتج بتاعها ايه؟ هعكس الصفر ده هيبقى واحد، والواحد ده هيبقى ايه؟ هيبقى صفر، لان انا ايه؟ بعكس. طيب انا برضو مش فاهم الحته دي، هقول لك ببساطه، ركز معايا. انا لما اجي ارسم السيركت بتاعها تخيل معايا ان انا عندي بطاريه. البطاريه دي هتكون عندي اهي، وفيها ايه؟ مقاومه. وانا هاجي اوصل معاها سلك فاضي. انا حطيت المقاومه بس عشان احمي السلك الفاضي ده، هيكون فيه مفتاح هنا، هنحط له مفتاح، وهوصل معاها لمبه. تمام. وهوصل معاها ايه؟ لمبه. اللمبه دي اللي هتحددني هعمل بيها تيست. تخيل معايا ان انا عندي مفتاح هنا، وده البطاريه. لو انا عندي مقدار جهد للطاقه طالع من هنا، حلو، مقدار الجهد بتاع الطاقه ده اللي طالع ده، مقدار الجهد بتاع الطاقه اللي طالع ده، تخيل معايا لو انا عندي مثلا تيار طالع من هنا والسلك ده مفتوح. احنا عارفين ان التيار بيحب السلك الفاضي. تمام. طيب انا لو عندي التيار ماشي كده، وانا هنا السلك ده مفتوح، يعني ايه مفتوح؟ يعني هنسميه اوبن كي، مفتوح، اللي هو هيبقى بايه؟ هيبقى بصفر. اللمبه هتنور ولا لا؟ التيار هيمشي هلاقي السلك ده مقطوع، مش هيمشي فيه، فهيكمل ويمشي، فهينور اللمبه تبقى بواحد. ايوه، يعني لو هي بصفر الاوتبوت بايه بتاع اللمبه بواحد. طيب لو انا جيت يا باشمهندس محمود وقفلت السلك ده، يعني انا قفلته خلاص، خليت السلك ده مقفول يا باشمهندس، خليت السلك ده ايه؟ مقفول، خليته بايه؟ بواحد. لوج ديكي. ايه اللي هيحصل الناحيه التانيه؟ التيار متوصل توازي مع سلك فاضي، فالتيار بيحب يمشي في السلك الفاضي، فالتيار هيمشي يمشي يمشي، ويقوم نازل في السلك المقفول ويرجع تاني للبطاريه، ماشي في الدايره بتاعتي، فمش هينور الناحيه التانيه، فهتبقى صفر. يعني لو هنا السلك مقفول بواحد، الناحيه التانيه صفر، لو هنا صفر يبقى الناحيه التانيه بواحد. فهمنا دي جت منين؟ فهمنا. اهم حاجه عايزك تبقى فاهمها ان بوابه النقطه دي بتتكتب او بتيجي ازاي في الامتحان. بتيجي بالشكل ده، ممكن تبقى بالشكل ده، وممكن تبقى بالشكل ده، وممكن تبقى بالشكل ده، وممكن تيجي بالشكل ده. دي كلها اشكال لبوابه النقطه. ممكن تيجي في نص اثبات في جدول في التراس تيبل اللي انا بعكس، بقول لك انفي ايه، لو صفر تبقى بواحد، لو واحد تبقى بصفر. طيب يا باشمهندس، هو الاسئله بقى اللي بتيجي هنا ازاي؟ الاسئله بتيجي بالتالي كده، بيقول لك بوابه النقطه بتحتوي على انبوت واحد ولا اتنين انبوت؟ يبقى انبوت واحد. الخارج بتاعها بيبقى حاجه واحده بالظبط، حاجه واحده بس. شكلها يبقى ده ولا ده ولا ده، ولا اول اوف ذم، بيبقى كل ده. تمام. اسئله عليها مش كتير، بس اسئله ممكن تيجي عليها بهيئه ترو فولس. تمام. دي بوابه النقطه ببساطه. هستناكم الحلقه الجايه ان شاء الله، وناخد بوابه الاور.